هشام كوك وأم محمد زاد شعلت بيناتهم، بصح دوك نكشفو نسمعكم المقاطع الصوتية اللي زاد خرجت جديدة، وحتى شكون هي الإنسانة اللي زاد شعلتها بيناتهم، وراهي غير زيد تشعل وأشبه بعض المؤثرين والمؤثرات شعلوا استغلوا القضية وراهم يديروا في سوا ديزو في وحدة التسريبات، ربي يهديهم. دوك نكشفو وثاني بحول الله في الأخير في نهاية الفيديو نوجهوا واحدة الرسالة مهمة لكل من الأخ هشام كوك والأخت أم محمد. النبي قبل ما نبداو صليوا على النبي، نسمعوا مع بعض متابعينا الكرام. رانا صراحة دوك نبداو نسمعوا بحول الله في المقاطع الصوتية وبعض الصور اللي راهم ينشروا فيهم الجماعة. كاين البعض المقاطع الصوتية صح كاينة منها، والبعض الآخر خاصة الصور راهي أغلبها كلها، ماشي نقولوا أغلبها، كلها مغلوطة وكلها تلفيقات وكلهم باش غير يهضروا في الشرف تاع هذه الأخت أم محمد وحتى هشام كوك. وشفنا باللي حتى أشباه المؤثرات هذوك راهم هما اللي غرقوا فيهم، وتقول له راهم يقولوا الآن حصري الآن، قلنا هذه من قبل، حنا قلنا خلاص طفات هذه الحكاية، راهم زادوا شعلوها من جديد وزادوا شعلوها أكثر من الأول، وراهم يطلبوا من أم محمد دير واحد التسريبات، ومن هشام كوك واحد التسريبات. ربي يهدي الجميع. اسمعوا. بصح أم محمد خرجت في واحد الفيديو باين باللي راهي مضغوطة وباين باللي زادوا شعلوها البعض. حنا نتمناو هذه الحكاية غير طفيوها لأنها زاد شعلت، يظهر لي باللي راح تزيد تعدي شهر ولا زوج ويا هكذا. اسمعوا برك ونديروا واحد التعقيبات. كاين واحد التسجيل كاين العديد من التسجيلات الصوتية، نبداو بهذا الأول ونديروا بحول الله التعليق عليه، وراني سمعت واحد الجزء بسيط منه ونديروا رد فعل. نسمعوا مع بعض. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هي وش راهي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ان شاء الله ما تربح، ان شاء الله ما تربح، نشوف الربح كي داري بنيتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يعطي معاكم ياك هذا سمحوا لي برك ندير واحد الاقتطاع بسيط ومن بعد نكملوا. هذا راه منسوب لام محمد، باللي هي والجماعه كاين اللي راهم يجبدوا في واحد الانسانه جديده، يقول لك زين الجيجليه، والبعض يزيد يهضر لك على واحد الانسانه اخرى، وزادوا ولاو الزوجه تاعو الجديده اللي راه مزوج بها وما طلقوهاش. ادعاءات واتهامات وقذف باطل. سمعوا برك هي واش قالت. انا صراحه اول مره نسمع الصوت عليكم تاعها. يا هلاوي. كي شفتوا ام محمد ناضت على رجليها، ام محمد راهي تسترزق في الحلال، الحمد لله. ياك شفتوا الناس كامل راهي يا واقفه ربي معايا، سهل عليهم. الحمد لله يا ربي. ما عجبكش الحال ياك حبيت تريبني. وحطيت تصور وقلت بلي هي، وحطيت الصوت وقلت بلي هي، راك دير لي في التصوير. حسبي الله يا ونعم ريتها الوكيل ماشي فيكم. بزاف راهم يشهروا حسبي به. الله ونعم الوكيل فيكم. حطيت ورقه قلت لي الحروقه هضري حالي مسكينه. عليه، قلت له اختي قلت لي على جال وليدك المصلح. والله ما راك رابح، والله ما راك رابحين، والله هذا ما اصلا راك واش اللي كنا نخوفوا منه. سمحوا لي على الاقتطاعات راهي ضروريه. كيما دليتني وحقرتني ياك، جبتني يتيمة ياك، ما تزعف عليا على جالك، كي خرجت ودافعت عليك وحطيتني تحت التهديد تاعك. حسبي الله ونعم الوكيل. ربي ينتقم منك، ربي ينتقم منك أشد الانتقام. ربي راهو يخلص فيك دوكا، ربي راهو يخلص. الحمد لله الحمد لله ربي ويخلص يرحم كاع. عندي واحد التعليق بسيط جدا امام هشام كوكو. راه دار واحد الفيديو تاني اخر دوك بحول الله نحاولوا نسمعوه، ولكن صراحه الامور راهي خرجت خلاص عن السيطره وراح زيد. وكاين هذوك الاستغلاليين، ربي يجيبها لهم ان شاء الله، ربي وكيلهم. الجماعه هذوك الاستغلاليين ويجيبوا لك واحد الصور تاع واحد المراه منا وينسبوها لام محمد ويقول لك هذه هي، شوفوا الفضيحه، شوفوا هذه سربوها غير باش يديروا غير على جال البث. تروح تقذف واحد المراه وتحط واحد تصور واحد الفيديوهات خاطئه اصلا ماشي هي. ولا نفس الامر مع هشام كوك، مام هو رجل وما طلقينوش، راهم يجبدوا فيه واحد الصور واحد الفيديوهات. كاش يجيبوا كاش فيديوهات كاش واحد يجي شويه يشبه له قرونطاي ولا ويدير في كانش فاعل ولا يقول لك هذا هو هشام كوك. والله غير ربي يهدينا يرحم كاع يا نرجسي. وين رايحين بها. نيت معاك من الزيرو ياك، نط معاك من الارض، اللومبه كنت انا نشدها لك، شده وليدي بنصيد وشدت لك اللومبه تاعك ياك. الخدمه الكبيره كاع كانت على ظهري، ولا مره شكي ولا قلت لك، ولا مره قلت لك خلاص انا عييت سمحوا لي والو. لكن الصوت مرتفع. تعيط لي قدام مرتك، مرتك قدامك وانت تعيط طيح. شفتوا كيفاش هذا واش كنا نخافوا منه. دوك نزيدو نسمعوها. وسمحوا لي الاقتطاعات راهي ضروريه في النظام تاع اليوتيوب. المهم باش تعرف باللي راهم خلاص شحنوا هذا هشام كوك، شحنوها عليها وهي شحنوها عليه، وزاد ولا هذا هو يذكر. وما نقولوا مثلا هو راه يبدو يذكر شويه، ومثلا هي راه تذكر حتى افتراضا. انا ما نحبش نقول حتى على واحد، ولكن باش تعرف باللي هذا مشحون وهذيك مشحونه، وراهم حابين يزيدوا. راهم سائر راهم ماشيين مباشره باش كل واحد يجبد شويه اسرار، واحد يجبد. خلاص هذيك الاسرار صارت بيناتكم خلاص، ماشي نتوما الاولين وماشي نتوما الاخرين. علاش؟ تحني وتسبني وتسب فيا، روح ربي يعطيها لك ان شاء الله، ربي يعطيها لك، ربي يزيد لك الحاجه اللي راك فيها ان شاء الله ربي يزيد لك. قاعدين معاكم اللي جيتوا البارح حبيتوا تضربوني ياك، اللي جيتوا البارح حبيتوا تسبوا فيا وتدلوا فيا ياك، روحوا ان شاء الله ربي يعطيها لكم ان شاء الله. فيها العواشر، فيها العواشر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وهذيك تاع السويق الا كنتو تبيك وما تردش
هذا هي اللي عجبتني أنا أول مرة نسمع، قلت لكم أنا المقطع هذيك الجماعة تاع السويد أنا ما نذكرش الأسماء تاعهم لأنهم أصلًا نكرة وما نهضرش عليهم بحول الله كامل ما نجبدش الأسامي، ولكن هاذوك الجماعة اللي راهي تقول لها ابعثي لي فيديو ولاو كي ما حبتش تبعث لهم بعض الصور والفيديوهات اللي كانوا في مخيلتهم أصلًا هذاك الشيء، كي ما حبتش ولاو يتهموا فيها ويقذفوا فيها في العرض تاعها وفي كلش، زادوا داروا عليها، عاودوا هما اللي داروا عليها، كانوا مع الأول يضربوا معاها ومن بعد كي ما حبتش تعطي لهم والو وقالت لهم وهي حبت ثاني تكالمي، أنا شفتها بلي حبت تكالمي مع البداية قبل رمضان حبت تكالمي ومن بعد هما زادوا شعلوها وكي ما حبش تمشي لهم في الخيط ولاو يطيحوا لها، كاين ثاني اللي كانوا مع هشام كوك اللي ما حبش يسرب لهم قالوا له غير جيب لنا تسريبات تسجيلات صور هذه تلبس لنا الخيانة، أنت واش دخل جدك، كل واحد يلتها بروحو. شوف أنا عجبتني هنايا اشكي بجدهم ما تخلي حتى واحد اللي يقذف لك في العرض تاعك ولا يهضر لك في العرض تاعك أعطيه جدو بعت جدو صوروا للحراج. بنت أحمد ما نحبوش نتوما العاقل صبر أنا نسمع نعاودها نجبد نسمعوها. شينتي كي هو ما نسكي فيكم وهذيك اسمع تاع السويد إلا مشيت بيك وما جربت شينتي كي هو واش ما دايرة. نتسماش زور بنت أحمد ما نحبوش نتوما العاقل أنا مانيش بعد نخرج نعاطي ولا أنا بنت فاميليا أنا عندي رجال في كتافي فهمتوا أنا عندي رجال حسبي الله ونعم الوكيل فيك وليدك الغير يكره فيك يا الحقار وليدك وضربتو يا الحقار يضربك. هذه شفت كيفاش هذه صراحة أنا أول مرة نسمع التسجيل الصوتي ولكن شفت كيفاش نوليو نجبدو في حاجات سريات صرا وراء الكواليس، هذه هي الضغط، هذه هي جهة تشحن جهة وجهة تشحن جهة وخليهم ومن بعد هذا الشحن راه من قبل رمضان الحمد لله هدنت الحكاية قعدت تخرج رمضان مباشرة زاد شعلت الحكاية، علاش الضغط تاع أكثر من شهر إلى شهر واحد الشهر ونص هما يشحنوا فيهم هذا يشحنوا في هذا ويشحنوا في هذيك ما حبسوش، حتى هما ما قعدوش ينشروا في الفيديوهات يقيلوا يديروا في عملية ضغط عليها وعليه، شوف كيفاش خرجت هو دوك يشوفها خرجت كان شي حاجة مثلًا سرية هو زيد يولي يديرها وأنت طريقة المعاملة يولي خلاص رانا الأولين رانا الآخرين، رانا بهدلنا بروحنا قدام الأجناس، الأجناس الآخرين يجيو يشوفوا باللي الجزائريين هادو هما المواضيع تاع النقاش تاعهم عيب. ربي وقفتوا مع الفلح الحلوة والمرة ذهبي بعتوا على جالك ضل نقصدهم على جالك إمم. ياك بس غدا ما تنساهاش ان شاء الله المرة هذه تعاود تخليك بين الصقعيك ان شاء الله تعاود تخليك بين الصقعيك ان شاء الله تدوبي يخرجوا فيك خاطرش انت لا واحد حول ولا قوة إلا انا ما بالله. نحسب حتى واحد نحسبك انت اللي كنت معك 10 تاع النزال وربي وهو يفرج اللي عليهم هو في في زوجنا النزال ياك يما الله يرحمها ما عيطتني بها يما كي مرضت بهذاك المرض عيطتني بها كي عاودتها وصرفت عليها يما الله يرحمها ما عيطتني بها خويا لا يتيم حول شحال ولا شحال قوة نقول لك إلا شحال بالله. باباه خويا خرج مسكين يبكي من داري على جالك قلت لي خرجي ما يعيش عندي تعيط قبل كارثة راه غير الشي اللي وراء الكواليس حتى هو ومن خرج بهذاك الفيديو وزاد هو شوية توعد باللي يخرج واحد الكلام إن شاء الله هشام كوك إن شاء الله أنت راك ما شاء الله كبير وعاقل طفيو الحكاية وأنت ثاني طفي الحكاية خليوه وراء الكواليس اللي كاين شي حاجة قضائيا ولا ماشي قضائيا خليوها وراء الكواليس. راهم بزاف يتصيدوا لكم ودوك يزيدوا يوليو يشعلوا بيناتكم وتوليو تخرجوا في واحد الأمورات قادرين نتوما اللي توليو عندكم المغرب مشاكل ولا روح يدي كبار. وليدك هذا اللي ماشي مربي ولي ما في حتى حاجه تصلح روح يدي ما تجيش تحوس عليه ديب وعندي شهود وسمعوك ياك بعثوا لي وجه وزرق ربي يعطي لك ضربه على ضربه على ضربه لا حول ربي ما يعطي مليحاش لك ضربه الدعوة. على